السلام عليكم ورحمة الله. أحلى عيلة، وحشتونا جدا حبايبي، احلى عيله في الدنيا. جينا بقى للحلقه الحماسيه. حبايب قلبي، احنا كنا عاملين مسابقه وقلنا اكتر ناس هتعلق على الفيديو الجديد وعلى الفيديوهات القديمه. ويا جماعه قلنا على الفيديوهات القديمه، لان في ناس هتقول طب ما انا كنت بعلق يا جماعه على الفيديوهات الجديده. لا، احنا خدنا اكتر ناس علقوا على الفيديوهات القديمه، وفي ناس علقوا برضو، بس دولت الخمسه دول اكتر ناس علقوا بأكتر تعليقات كمان يا جماعة. يعني مثلا ممكن واحد يكون مثلا هو فعلا علق، بس في حد تاني علق بصراحة تعليقات كتيرة جدا. على يعني اكتر عدد فيديوهات. فيديوهات كتيرة جدا فتحت معاه بصراحة برضه. انا في ناس جابوا القناه من اول فيديو خالص وقعدوا، ربنا يكرمهم ويبارك اللي هو لهم يا أقوام رب. الحظ القديم ده خالص ده. واول فيديو على القناه، كل حاجه كل حاجه. بس هنقول الاسامي، بس خليكم معانا مكملين الحلقه. هاخدكم دلوقتي لحته وصفه يا حبايب قلبي. بس قبل اي حاجه نذكر الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وسلم. اشترك في القناة ونفعل جرس الكل عشان يوصلك كل بقى ولايكات كتير كتير كتير, كتير على حساب أحلى عيلة، عيلة عمدة وشيماء. حبايبي، دي قناتكم انتوا، مش بتاعتنا احنا، مش قناتنا احنا، لا دي قناتكم انتوا. فانا بقى مش هوصيكم لاختكم حبيبتكم تشيروا القناه، لاهلكم ولقرايبكم ولاصحابكم، لكل حد عندكم. وتعرفوهم بقناتنا علشان خاطر عيلتنا تكبر اكتر واكتر. عملت ايه بقى؟ عملت حته وصفه كوكتيل كده منه فيه. فظيع. عارفين الكوكتيل بتاع المطاعم سره بيتعمل ازاي؟ لا لا. تعالوا بقى اوريكم الكوكتيل وجماله. واللي بيعمله بالطريقه ديت يقول لي، واللي اول مره يشوفها برضه يقول لي. يلا بينا على الوصفه. نيجي بقى هنا يا حبايب قلبي للوصفه الجميله. عامه انا عملتها عن نفسي وارتحت لها جدا جدا. اني بجيب الفراوله وبقطعها قطع صغيره كده زي ما انتم ما شفتوا، علشان خاطر الكوكتيل بتاعك يطلع مميز وجميل زي اللي بتشربوه بره وفي الكافيهات وكده. لازم تعملوا الوصفة ديت. انا جبت الفراولة وقطعتها قطع صغيرة وحطيت عليها حوالي 4 معالق سكر. الكمية دي كده خدت معايا 4 معالق سكر من الكبار. بصوا، وانا واقفة في ساعتها وانا واقفة، شايفين السكر بقى عامل ازاي على الفراولة؟ تحسوه كده هينزل زي الشربات منه، فيه هيكون فيه العسل والشربات بتاعه. دي علشان تطلع معايا وينزل شربات كتير معايا لازم اسيبها لتاني يوم. بس كده اسكت؟ ابدا. قمت جبت بقى قطع موز وابتديت اقطع عليها قطع موز كده صغيرة، بحيث ان الكوكتيل بتاعي يشرب كل الفاكهة، تشرب من الشربات دوت لتاني يوم. انا عاوزه اقول لكم يا جماعه حقيقي بجد والله انا ما بعمله يعني عجبنا جدا جدا جدا. وفي ناس بتعمله بدل ما بيحطوا السكر على الفراوله وبيسيبوه لتاني يوم، بيحطوا عصير فراوله. في كتير قوي بيعملوا كده. اكتبوا لي بقى في الكومنتات، انتوا بتعملوه بعصير الفراوله ولا بتعملوه بالطريقه اللي انا بعمله بيها ديت؟ وهنا اهو زي ما انتوا شايفين انا هقطع الموز عليه قطع صغيره. هحط عليه، انا عندي النهاردة موز وتفاح، ما عنديش فاكهة تانية. اللي عنده فاكهة اكتر من كده وحابب يحط، يا سلام يحط وهيبقى طعمها جميل جدا. انا عامة لما بعمله ببيته عندي لتاني يوم. ويا حبايب قلبي بقى ما تنسوش في التعليقات دعوة حلوة كده لأختكم حبايبكم، وتقولوا على القناة لأصحابكم ولقرايبكم ولجيرانكم. هي مش قناتنا احنا، القناة دي قناتكم انتم يا حبايبي. فانتم شركاء يعني انتم شركائنا فيها. فلازم طبعا تاخدوا بالكم منها كده وتقولوا بقى لأصحابكم ولقرايبكم، علشان القناة دي بتكبر بيكم انتم. شايفين يا جماعة العسل؟ والله انا عاوزه اقول لكم ان العسل لو انتوا بصيتوا كده هوت في الطبق من الجنب هتلاقوه ابتدى خلاص. ما بالك بقى تاني يوم هيبقى عامل ازاي. انا مبسوطه جدا ان انا شاركتكم الوصفه دي انا على طول على طول بعملها عندي في البيت. ويلا بينا بقى على اسامي الناس اللي فايزه معانا. لا بس كان كوكتيل رائع بصراحة. العسل كان مغرقه. ايه ده؟ ايه الروعة وايه الجمال وايه يعني مش عارف بصراحة. انا قاعد جنب مش عارف. يا عمنا بصوا، هو السر ان هو يبات. يعني هو سره ان هو لازم يبات. طبعا انتوا شفتوا لما انا عملت الفراوله،
الفراوله دي لما بسيب فيها السكر لتاني يوم يا جماعه بتبقى روعه، بتبقى حاجه تحفه. السكر كده لما بيدخل جوه الفراوله بينزل العسل بتاعه، تبقى بتاكل بقى الفراوله بالموز بالتفاح. انا حطيت هما فظيع الثلاثه فظيع دول. بصراحه. لا شيماء بتعمل حاجات خارقه، اب نورمال، خارقه للعاده صراحه. يعني الواحد يعني مش ملاحق يعني من هنا لهنا لهنا. الحلويات كترت ومش في هنمسك رمضان. نفسنا بصراحه، يعني الواحد مش قادر يمسك نفسه. بس في حاجه بقى، في حبايبنا بيعملوه عن طريق ايه، وناس كتير قوي شفتهم بشرب عندهم الكوكتيل بيعصروا الفراوله، دي برضو طريقه تانية. بس انا ملت اكتر ان انا احط السكر على الفراوله وبيته لتاني يوم يبقى فيه العسل بتاعه. وفي بقى كمان بيحطوا حلويات كتيره قوي قوي، مش قصدي فاكهه كتيره قوي قوي، مش الفاكهه دي بس اللي انا حطيتها. نيجي بقى عند اسامي حبايبنا اللي كسبوا معانا. قبل ما نقول يا جماعه الاسامي، ان شاء الله المسابقه اللي جايه باذن الله باذن الله هتكون في ليله القدر ان ان شاء الله، في اخر اسبوع في رمضان باذن الله. هنعلن عنها علشان خاطر آه. الاعلان بتاع المسابقه نتيجتها هتكون ليله القدر باذن الله. وهتكون ان شاء الله اكبر من المسابقه دي ان شاء الله يعني. ان شاء الله. اول حد كسب معانا يا عمده، اول حد كسب معانا النهارده يا جماعه ياسمين احمد. بصوا بقى، ياسمين احمد دي منين ما افتح الاقيكي يا حبيبه قلبي معلقه على فيديوهات. انا عديت يا جماعه، انا عديت الفيديوهات اللي انتوا كنتوا بتعلقوا عليها، الواحد مش ملاحق بصراحه. وبعدين بتعلق من صميم الفيديو. يعني حد اتفرج على الفيديو بيعلق جمل اتقالت في الفيديو من صميم الفيديو، مش مثلا انا بقول يا قلنا يا جماعه. جماعه كده الكلام ده كذا مره، المفروض نعلق في صميم الفيديو مش بره الفيديو خالص. مش حد يحط قلوب يا عماد ويعملها لك 3 مرات مثلا قلوب ونسخ نسخ 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 نسخ. لا، هو التعليق يا جماعه بيكون التلاته مختلفه وفي صميم الفيديو نفسه. دي بتبقى حاجه اجمل. ياسمين احمد اول واحده. اول واحده ياسمين احمد. تاني واحده سوسو. اهلا بيكي يا سوسو يا حبيبه قلبي، برضو شفت تعليقاتك وشفت تعليقاتك الكتيره على الفيديوهات القديمه، وبرضو تعليقات في صميم الفيديو. كله في صميم الفيديو. يعني دول يا جماعه في صميم الفيديو، في صميم الفيديو مش ايموشنات. مش وقلوب ايموشن. وقلوب. لا ماشي، ما هو القلوب حلوه وكل حاجه، بس احنا قلنا يا جماعه يعني التعليق في صميم الفيديو. احنا كتبنا كل الاسامي اللي علقت واخترنا منها بقى اللي هم بيعلقوا في صميم الفيديو، وعلقوا على اكبر عدد فيديوهات قديمه لينا. كتير ده ما جابوا شاء الله فيديوهات كتير. انا نفسي نسيتها. انا كنت نسيتها بصراحه، بس افتكرتها لما شفتها رجعت تاني قلت ايه ده عملنا امتى الكلام ده. تالت اسم معانا. تالت اسم معانا يا جماعه ام مكه. ام مكه تالت فايز معانا، تالت فايزه معانا ان شاء الله في المسابقه دي. وبرضه ام مكه يا عمده نفس النظام برضه. نفس النظام. معلقه برضه على الفيديوهات القديمه، ومعلقه على فيديوهات قديمه قوي قوي قوي، اللي هو من اول ما احنا فتحنا القناه اساسا. بعد كده معانا رابع متسابق معانا يا جماعه، او رابع فايز معانا مين يا شباب؟ راجية الفردوس. راجية الفردوس ما شاء الله، برضه تعليقاتها يعني كانت من التعليقات اللي واضحه جدا يعني في كل مكان، وتعليقات برضه في صميم الفيديو. يعني الفيديو معمول في الصميم. لا قلوب بقى زي ما احنا قلنا دي لا ما يعني شفناش يعني. والله يا جماعه والله احنا نفسنا يعني نكسب كل حد معانا على القناه، كل حد معانا وكل فرد من عيلتنا لو طول اعمل له ايه. والله انا عاوزه اشكركم كلكم حقيقي بجد والله على تعليقاتكم الجميله بخلاف اي مسابقه. وحبايبنا اللي من الدول العربيه حبايب قلب، انا حافظه اساميكم واحد واحد وعارفه بلادكم حقيقي بجد والله. انا مش عارفه اشكركم ازاي، تعليقاتكم الحلوه ديت ما شاء الله جميله وكتيره. واحنا يا جماعه بنعمل الخير على قد ما بنقدر الحمد لله، وربنا قدرنا تماما على فعل الخير. يعني قد ما بنقدر ان احنا نعمل الخير بنعمله الحمد لله على قد ما بنقدر، وربنا يفرح كل واحد طبعا دايما يا رب. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. خامس متسابق معانا وخامس فايز معانا في المسابقه هدير محمد. هدير محمد خامس متسابقه معانا. شكرا ليكي يا هدير، وشكرا على تعليقاتك الحلوه قوي قوي. والله يا جماعه انا عاوزه اشكركم وعاوزه اعمل لكم كل حاجه حلوه، وحقيقي بجد شكرا ليكم، سواء اخواتنا المصريين او اخواتنا العرب من كل الدول، واي حد بيسندنا واي حد نيته خير لينا وبيعرف قناتنا لقرايبه ولحبايبه. شكرا جدا جدا ليكم. ربنا يا جماعه يعني يعطيكم قد ما تتمنوا لنا يعني. فاحنا فرحانين جدا بجد ان انتوا ما شاء الله في مصر وفي الدول العربيه
يعني متلاحمين مع بعضينا دايما. الجمهور ما شاء الله كله جميل جدا، متفاهمين، تعليقات جميله جدا بصراحه تدخل القلب. انا ما كنتش اتوقع كميه التعليقات الجميله دي تبقى معانا تملي في اي فيديو احنا بننزله، بخلاف اي مسابقه والله يا جماعه. كميه التعليقات بخلاف اي مسابقه وجمالها ودعواتكم لينا. احنا كمان بنتمنى لكم كل خير، ربنا يسعد قلبكم يا رب ويوفقكم ويعطيكم كل اللي بتتمنوه في حياتكم. 75 تاني يا جماعه. احنا قلنا ياسمين احمد وسوسو وام مكه روجية الفردوس وهدير محمد. حبايب قلبنا، نشوفكم في حلقه بكره باذن الله. حلقه بكره حلقه مختلفه خالص، جديده جدا، جديده لنج حلقه يا جماعه. يعني انا عاوزه اقول لكم انا كنت مبسوطه واحنا بنصورها وانبسطنا بعد ما خلصنا الحلقه، وعاوزينكم تقولوا لنا عاوزين منها اجزاء تانية ولا ايه. انا واثقه ان انتوا هتقولوا لنا عايزين منها اجزاء كتيره. القلب ينشرح بجد. انا القلب كده كان فرحان جدا وبيعمل الحلقه الجميله دي. منورنا تملي يا جماعه، مكترنا احلى جمهور واحلى اصحاب واحلى عيله. عيله عمده وشيماء. باي.